قناة يوتيوب فضاءات الرباط إسباس رباط ترحب بكم وتستقبلكم بكل جديد في الفن والثقافة والأدب. أكاديمية المملكة تهتم بالعمارة الإسلامية. أعلنت أكاديمية المملكة المغربية أنها ستنظم في إطار سلسلة محاضرات كرسي الأندلس ورشة علمية حول فنون العمارة الإسلامية مع الطلبة الدكاترة المنتمين لمؤسسات جامعية ومعاهد ومدارس عليا، من بينها المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، والجامعة الدولية للرباط UAR. وأوضحت أكاديمية المملكة المغربية في بلاغ لها أن الورشة العلمية التي ستنظم الجمعة 26 من أبريل الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا سيؤطرها رودريغو رويث خيمينيز مدير قصر الحمراء. وأضاف البلاغ أنه خلال اليوم ذاته سيتم تقديم المحاضرة الأولى تحت عنوان قصر الحمراء، بهاء الهندسة المعمارية الإسبانية المغربية، في الساعة 6 مساء. وذكر المصدر ذاته بأن رودريغو رويث خيمينيز كاريرا هو المدير العام لقصر الحمراء بغرناطة، ورغم تخرجه من المعاهد الإسبانية والإنجليزية في تخصصات المقاولات والتكنولوجيا الرقمية، فهو متعدد الاهتمامات الثقافية، خصوصا العمارة الإسلامية. وورد ضمن البلاغ أن رودريغو رويث خيمينيز كاريرا سيقدم دراسة ومقاربة حول بهاء وأبهة قصر الحمراء الذي بدأ إنشاؤه منذ منتصف القرن ال13، حيث يظهر في قصر الحمراء التلاقح الثقافي جليا بين المغرب والأندلس على مستوى الهندسة المعمارية، والشاهد عليه التقاطع الموجود بين القصر وبين المعالم العمرانية المغربية لمدينة فاس، وعلى رأسها المدرسة البوعنانية. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم ودمتم بصحة وسلامة، وشكرا وإلى اللقاء.